كتاب مؤلفه الشيخ عباس الكاشاني نسيب السيد القلباقاني، ما خبرتي توفي قبل 2 أو 3. هذا في كتابه ينقل هذه القصة التي هي واقعة في مشهد. يقول واحد من الأشخاص الذي يحب أن يلتقي بصاحب الزمان، صاحب الآن، وعدة الطرق لمعرفة أن صاحب الزمان وين الآن، في مكة، في المدينة، في النجف، بالكوفة، بالسهلة، عدة هاي الأعمال. فعملها، شاف هذا الحجة في مشهد، هويا في مشهد، عمل الأعمال، شاف أن العمل ماله، يقول هذا في سوق عند بائع الأقفال، واحد يبيع أقفاله، فاتيح أقفاله، فذهب إلى هناك، لم يجد آثار لصاحب الأمر، شاف أبو الأقفالة وهي امرأة قاعد تحكي، وواحد واقف هناك يمهم، أما آثار أنه صاحب الأمر ماكو. فإجا هذا يريد يسأله انه منو كان هنا، حديثين كان هنا وراح، فشاف محادثة اكو بين صاحب المحل وبين المرأة العجوز. المرأة العجوز جابت له فرد قفر تريد تبيعه، قفر بلا مفتاح، قفر بلا مفتاح تريد تبيعه. شو يقولها صاحب المحل؟ يقولها هذا القفل بلا مفتاح قيمته فلس واحد، يعني قران، عشان يسموه قران. المفتاح وحده وهو موجود عندي هم قران، بس اذا اثنين هن اجتمعوا قيمة 10 قرانات. هاي مسألة بالفقه احنا عندنا انه جوز، يعني حذاء مالتك يسرى ويمنى، اذا ضاعت اليمنى اليسرى بيش يشتروها منك؟ ما له قيمة. مثلا إذا هو مثلا حذاء 25,000 دينار، إذا ضاعت اليمنى اليسرى ما يشتروها 1000 2000 3، مو؟ إذا ضاعت اليسرى اليمنى بيش يشتروها؟ هم قليل. أما إذا اثنين أسهل قيمة 25,000 دينار بعد جدا. ذلك يقولوا لك إذا أنت عندك حذاء جديد وتخاف تروح في مكان يبوقوه، شو تسوي؟ خلي وحدة هالصوب وحدة هالصوب. هذا اللي يبوقها يجي هاي يدور على الثانية ما هي يعوفه، يجي هنا يشوف واحدة يدور على الثانية يعوفه، فيسلم حذائك. يقول مثال، يقول إذا كنت تريد أن يكون حذاؤك في أمان فاجعل كل فردة في مكان. هذا السارق يدور على الحذاء أبو الثليح ياخذه، إذا شاف واحدة ما ياخذها، واحدة ثانية ما يدري بها وين. على كل حال هاي يسموها الهيئة الاجتماعية. يقول لها البائع، يقولها القفل واحدة قيمته قران، المفتاح واحدة قيمته قران، بس إذا اجتمع 10. تعال أنا عندي القفل، المفتاح عندي، اشتري المفتاح بقران واحد، يصير عندك شنو؟ قفل ومفتاح. أنا أشتري ب10، أنا أشتري ب10 يعني يسوى 10، أنا أبيعه 12. قلت له أنا لو عندي فلس أو قران كما أجي أبيع هذا القفل، أنا كل شيء معي. قال له أنا أداينك قران، اشتري هذا، يصير عندك 2، أنا أشتري ب10. قلت له داينها قران، اشترت المفتاح، صار عندها قفل المفتاح، باعت 10، اعطيتها قران، ايش قد بقى عندها؟ 9. هاي العملية عشان يقدر يسويها أبو المحل إله، لو ما يقدر يسويها هو يشتري منه بقران، هو عنده مفتاح، يصير شنو؟ يبيعها ب10 أو 12، فالنفع إله، بس هو قدمها على نفسه. أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. هذا الذي قاعد يدور على الحجة، يقول ذاك اللي واقف بصفنا قال له هذا اللي يدور على الحجة، قال له سوي هذا العمل أنا أجي وراك، لا تسوي عمل أنت طارد وراي، سوي عمل زين، أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، أنا أجيك، أنا أجيك. شوف واحد حكم أخلاقي واحد لو إحنا التزمنا به، ألا تنقلب هذه الدنيا إلى جنة؟ هاي الدنيا المتناحرة كل يريد المصلحة لنفسه ويضرب الثاني. أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. مقصود أنه علم الأخلاق مهم جدا.